البرازيل بلا شك هي أكتر بلد عندها تاريخ وإنجازات في عالم كرة القدم، وهي البلد الوحيدة اللي قدرت تفوز بكأس العالم 5 مرات. المنتخب البرازيلي أو السيليساو زي ما اتشهر بيه دايما مرتبط بأسامي أساطير زي بيليه وزيكو ورونالدينيو، وكتير من الناس شايفين إن البرازيليين هم اللي فعلا وصلوا مستوى كرة القدم لقمة مستوى الفني والمتعة. بس الوضع دلوقتي مش بيعكس الواقع ده. البرازيل في آخر 18 ماتش رسمي كسبت 7 بس، وما قدرتش توصل لنهائي كأس عالم لأكتر من 20 سنة. فإيه الأسباب اللي وصلت السيليساو من أسياد العالم للوضع اللي هم فيه دلوقتي؟ ده اللي هنشوفه في فيديو النهارده. البرازيل من بدايتها وهي مشهورة بالجوجا بونيتو أو الكرة الجميلة، أسلوب بيعتمد على الإبداع والمهارات الفردية الجميلة، وده خلى العالم كله حتى لو مش بيشجعهم يستمتع بالفرجة عليهم، مش بس عشان كسبوا بطولات لكن عشان طريقة لعبهم كانت ممتعة جدا ومميزة عن أي منتخب تاني. يعني مين فينا ما كانش بيخش على اليوتيوب زمان ويتفرج على فيديوهات رونالدينيو ويحاول يقلده في المدرسة تاني يوم؟ وأعتقد معظم اللي بيتفرج على الفيديو ده لحق جيل 2002 بالثلاثي بتاع رونالدو وريفالدو ورونالدينيو، اللي كان يعتبر واحد من أقوى الهجوم في تاريخ الكرة، وبيقدموا واحدة من أحسن نسخ الكرة في كأس العالم، وقدروا فعلا يحققوا اللقب الخامس للسيليساو، ودي تكون نقطة التحول للبرازيل بس للأسوأ. من ساعتها البرازيل شافت تراجع كبير قوي على مستوى الإنجازات، بالرغم إن لسه فيها نجوم كبار وعالميين. في آخر 5 نسخ لكأس العالم البرازيل ما وصلتش النص النهائي غير مرة واحدة بس، ولما وصلوا خسروا 7-1 من ألمانيا على أرضهم. الخسارة دي كانت واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ الكرة البرازيلية، وكتير من الناس شايفين إنها إهانة لمنتخب بحجم البرازيل. والتراجع في المستوى ده مش بس على كأس العالم، حتى في كوبا أمريكا كسبوها مرة واحدة بس في آخر 5 نسخ، وشفنا البرازيل بتخسر من منتخبات زي الإكوادور وبيرو. طب إيه المشكلة؟ ازاي في كل بطولة بتدخل مرشح قوي جدا بمجرد الاسامي اللي في المنتخب، ورغم كده النتائج بتكون محبطة؟ مشكلة البرازيل انها فقدت هويتها. لو بصينا على منتخب 1970 هتلاقي ان ال 11 لاعب كان بيلعب في الدوري البرازيلي، وعلى ما وصلنا 2002 بقوا 3 بس والباقي بيلعب في اوروبا. في العادي ده مش مشكلة، بس مع البرازيل بالذات ده بيعمل لخبطة كبيرة، لان اسلوب اللعب الاوروبي بيكون معتمد على النظام والتكتيك الزيادة قوي زي ما بنشوف مع جوارديولا مثلا، وده عكس طريقة لعب البرازيل اللي متعودين عليها تماما، اللي بيعتمد على الحرية والمهارات اكتر. ومعظم اللعيبه البرازيليه دلوقتي بيلعبوا في اوروبا من سن صغير جدا، وده اثر على طريقه لعبهم اللي بقت اقرب للاسلوب الاوروبي المنظم. انت كانك بتحس ان اللعب في اوروبا دلوقتي بقى بيغطي على التاتش البرازيلي، وبتحس اللعيبه بتخاف تلعب بالعفويه اللي متعودين عليها دايما، وملتزمه بزياده جدا بالتعليمات، وده بيقتل الروح الابداعيه للعيبه. واي مدرب يمسك المنتخب بيحاول يوفق بين الاسلوبين دول، فتلاقي حاله من عدم الوضوح والارتباك في طريقه اللعب. كمان الدوري البرازيلي نفسه بيعاني من مشاكل كبيره جدا، منها الجدول الزحمه جدا بالماتشات، تغيير المدربين بشكل سريع وعشوائي، والبيع المستمر للاعبين الموهوبين لانديه في اوروبا والصين وغيرها من الدوريات اللي بتقدم مرتبات اكبر. وده خلق بيئه مش مناسبه لتنميه المواهب المحليه بالشكل المطلوب، وقلل من جوده الدوري المحلي. البرازيل كمان بتعاني من فترة طويلة من نقص في مراكز معينة كانت زمان نقطة قوتها، زي مركز المهاجم الصريح اللي كان دايما مليان بالنجوم زي رونالدو وروماريو. بس من ساعة اعتزال ار 9 في 2006 المنتخب ما قدرش يلاقي مهاجم صريح على نفس المستوى، وفي آخر بطولة كأس عالم كان المهاجم الأساسي للمنتخب هو ريتشاردسون، اللي ما قدرش يسجل غير هدف واحد بس مع توتنهام في الدوري الإنجليزي الموسم اللي فات. كذلك على مستوى الأظهرة، بعد ما كانت البرازيل دايما بتقدم أظهرة من أعلى مستوى زي كافو، روبرتو كارلوس، مارسيلو وداني ألفيس، دلوقتي البرازيل بتعاني جدا في المراكز دي، وده كان واضح جدا في آخر بطولات. حتى نيمار كمان بالرغم من موهبته الكبيره الا ان الضغوطات عليه كانت كتيره جدا من بدايه مشواره، وكان دايما مطالب يشيل المنتخب لوحده، ومع غيابه او تراجع مستواه لاي سبب المنتخب بيواجه صعوبات كبيره جدا. وبما ان نهايه مشوار نيمار قربت البرازيل بتواجه تحدي كبير انها تلاقي النجم الجديد اللي يشيل مسؤوليه المنتخب. وبرغم ان العيون كلها كانت على فينيسيوس، بس هو ببساطه مش عارف يملى مكان نيمار. فيني مسجل 6 جوان في 36 ماتش مع المنتخب، الرقم اللي نيمار قدر يسجله في 10 ماتشات بس. حاليا البرازيل قررت تجيب مدرب اجنبي لاول مره، مع احتماليه كبيره جدا لتعيين الايطالي كارلو انشيلوتي. الاسلوب بيعتمد على الحريه الابداعيه للنجوم، وبرغم فشل النظام ده مع مدريد بس ممكن ده اللي تكون البرازيل محتاجاه، ويكون بدايه الحل للمشكله الكبيره اللي بتواجه الكره البرازيليه. فهل ممكن نشوف البرازيل تاني في نهائيات كاس العالم؟ ده اللي حابب اسمعه منك. اكتب لي في الكومنتات رايك ايه، ولو الفيديو عجبك مش تعمل لايك وسبسكرايب، وممكن تشوف فيديوهات تانية من هنا. اشوفكم الاسبوع الجاي.